ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. تعالوا بقى يا قمر، الجو برد ونعمل اكلة شتوية تقيلة كده، دسمة بس لذيذة. معايا هنا عكوة ومعايا ضرة وحاجة كده قمر قمر قمر. بصوا بقى يا حلوين، انا هنا ايه، نقعت الضرة، نقعتها كويس قوي بخل وبرتقان وليمون. تمام. ومسكتها كده ايه، أنا الاول نضفتها من اي شوائب برضو فيها او اي حاجة، وبعد كده همسكها اقطعها معاكم. وعندي العكوة متقطعة برضو، ونقعتها بخل وبرتقان برضو. تمام. معايا جزر ومعايا بصل، هنقطعهم كلهم مكعبات. ومعايا حلتين على البوتاجاز، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. اهم حاجه ايه، هنا معايا ايه الحله يا بنات اهي على البوتاجاز، حطيت في حله قرفه، والحله التانية ايه، هنزل بالعكوه بتاعته على طول فيها من غير اي ماده دهنيه. وهنا بقى الحله بتاعتي كانت ناشفه، نزلت على طول بالليه مع القرفه. تمام. وفوقها الجزر والبصل. ونفس الطريقه برضو في الجهه التانية. حط بقى بهاراتك، عندي 7 بهارات، وعندي فلفل ابيض وفلفل اسمر الاتنين مع بعض. وعيشي بقى حياتك يا قمر. اهو. هنحط هنا في العيك، وهنحط فيها مرقة دجاج واحدة عشان خاطر تطعم معايا الشوربة بتاعتي. ومعايا ورق لورا وحبهان، نحط الجهاد والجهاد برضو. اهو. دين بالكم يا بنات، شايفين. وهنا الريحة يا بنات كانت الله اكبر تحفة. هنا الضرة بتاعتي نشفت خالص واتلوحت اهي، شايفين جمالها وحلاوتها. هنزل على طول بمية سخنة، ونظبط الملح بتاعها. وعايزه انصحك نصيحه لوجه الله، الضره يا بنات لو عندكم حله ضغط ما تحطوهاش فيها، الضره بالذات، لان لما بتستوي قوي مبيبقاش طعمها حلو. هنا بقى حطيت ميه سخنه برضو على العكوه. وكان جايني توم لسه اخضر كده فريش من الغيط، فانا قلت اما احط ايه، واحد كده يلقط لي ريحه اي روايح يعني في العكوه بتاعتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بص بقى يا حلوين، دي بسله كده جايه من الغيط لسه، ما شاء الله لقيتها ايه، تحفه، حاجه كده خطيره. هنا بقى يا بنات هنزل بمعلقه سمنه بلدي وكده يا بنات، نزلت بالماده الدهنيه بتاعتي، ونزلت بمعلقه سكر، والبسله على طول. فوق البسله احط معلقه سكر، بيخلي البسله في حته تانية. هنا بقى معايا ايه، البصل حطيته على طول في الحله. كنت حاطه طبعا الماده الدهنيه بتاعتها برضو، شويه من الزيت. وهسيب بقى ايه، البسله والجزر والبطاطس يتلوحوا مع بعض. وهنا حطيت ايه، الصلصه بتاعتي او الطماطم بتاعتي. هنا الطماطم كنت هطيها لها غلوه يا بنات قبل ما اعملها، اضربها في الخلاط. بتخلي الطماطم معاك حمرا وحلو. ونزلت هنا بال7 بهارات برضو، واحده مرقه دجاج وشطه وفلفل اسمر وكمون. وحقيقه اكلك يا قمر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا البسله بتاعتي كانت اتلوحت، على طول بقى هنزل عليها بالصلصه واسيبها تعيش حياتها مع نفسها بقى. كانوا شويه بسله ملهمش حل، خطير خطير خطير. انا طبعا بقلب من على الوش عشان الحله ما تتجرحش، والحله دي تتجرح. انا بقى نظبط الميه بتاعتها، وبرضه هنزل عليها بشويه ميه سخنين، وهسيبها بقى ايه تستوي مع نفسها. وهنا يا حلوين خدت شويه من الصلصه اللي انا عملتها في الطبق ده كده، وكانت الذره بتاعتي استوت، وشويه من الزيت، شويه بقى من الفلفل الاسمر، ال7 بهارات اللي اللهم صل على النبي وبارك لنا فيه، توم باودر، بصل باودر، صلصه بقى. وقمت ايه، نزلت بالكلام ده كله على الصلصه بتاعتي. هنا هرص الذره يا جماعه. وعايزه تكسبها بقى، دخلها الفرن، يعني ما تحطهاش في الزيت، لان لما بتتحط في الزيت ما بتبقاش طعمها حلو، او ما لهاش علاقه بالطعم، بتبقى بالاصح ما بتتحمرش. وهنا كانت العكوه اخرى استوت، وحطيتهم كلهم في صينيه واحده. وهنزل بقى ايه بالخلطه اللي انا عملتها، الصلصه دي كده. عايزه تزودي بقى ماده دهنيه انت وراحتك، بس هي سمينه، فانا ايه اكتفيت بالماده الدهنيه اللي فيها بقى كفايه. ودخلتها الفرن يا بنات، الشماعه وخدت اللون التحفه ده. شايفين جمالها؟ عايزه اقول لكم ان كانت خطيره، والله خطيره. وهنا كانت واقفه بتدوق، بتقول له روعه. ايه رايكم يا بنات؟ روعه. ما تنسونوش بقى يا حلوين بقى في لايك واشتراك في القناه، كومنت حلوه زيكم يا قمر. هنا بقى يا بنات، دي تاني يوم. عملنا بقى ايه، قطعنا العكوه كده زي ما انتم شايفينها، وقطعنا الضره كمان معاه، وعملنا بصل وتوم باودر وحاجات بقى من ديت وفلفل وطماطم. ومسكناها بقى ايه، شوحناها ولوحناها وحيقناها بقى بكل البهارات اللي عندي. ايه رايكم؟
عايزه شويه طحينه وشويه مخلل، واقعدي بقى على جنب مع شويه خضار، عيشي حياتك سندوتشات. ايه رايكم يا امارات؟ دي كان تاني يوم. عسل، حاجه كده تستاهل بقكم. شويه رز بشعريه برضو ما يمنعوش، ما يقولوش لا. مع صينيه بطاطس قمر خالص.